كل يوم بعد نص الليل بسمع أصوات غريبة في الأوضة، وما كنتش مصدقة إنها ماما. واللي شفته بعيني محدش يقدر يتخيله. أنا اسمي داليا من محافظة الجيزة، وحالياً في كلية تربية سنة تانية جامعة عين شمس. إحنا ساكنين دلوقتي في المعادي من حوالي 9 شهور. واللي خلاني أحكي لكم اللي بيحصل عندنا ومع ماما إني ملاحظة إن ماما الأيام دي اتغيرت معانا جداً، وما بقتش ماما اللي أعرفها من زمان. بابا كان عنده معرض عربيات كبير جداً، وحياتنا كويسة مادياً. ماما عندها دلوقتي حوالي 39 سنة، وأنا عندي أخت صغيرة عايشة معانا في البيت. إحنا عايشين في البيت أنا وماما وأختي الصغيرة وبس. أنا كنت مصاحبة ماما جداً، لكن للأسف بقالها 3 أو 4 شهور حاسة إنها مش معايا أنا وأختي خالص. حسها مشغولة بحاجة تانية مش عارفة إيه. كلمتها مرة واتنين عشان أعرف مالها، بس اتغيرت ومش بتهتم بينا زي الأول. بقت تتحجج إنها تعبانة، وأنا ما كنتش مصدقاها. بدأت ألاحظ حاجات ماما ما كانتش بتعملها قبل كده. مثلا كنت بسهر أذاكر للساعة 2 أو 3 بالليل، ولما أخرج أشرب أو أعمل حاجة وأعدي على أوضة ماما ألاقي نور الموبايل منور، مع إنها عمرها ما كانت بتسهر. فضلت ألاحظ موضوع سهرها ده كتير جدا. قلت يمكن علشان بابا الله يرحمه مش موجود، فهي بتسلي نفسها. بس في يوم وأنا سهرانة خرجت الصالة وبصيت على أوضة ماما، لقيت الباب مقفول. أنا عمري ما شفت ماما قبل كده تقفل باب أوضتها. استغربت وقربت من الباب. كانت الساعة 2 بالليل. سمعت صوت ماما بتتكلم في التليفون، لكن الصوت ما كانش واضح. رجعت أوضتي وقعدت أفكر، هي بتكلم مين بالليل وتقفل الباب عليها؟ معرفتش أنام. قلت تاني يوم لما ماما تدخل المطبخ تعمل الغدا هاخد موبايلها وحاول أعرف هي بتكلم مين. وفعلا تاني يوم استنيت لحد ما دخلت المطبخ. سبت الموبايل على الترابيزة، مسكته بسرعة وجيت أفتحه. لقيت إنها عاملة بصمة، مع إنها طول عمرها موبايلها من غير رمز ولا بصمة. استغربت جدا إنها عملت كده. تاني يوم جه شاب وقعد معانا، اسمه عادل، صغير جدا، حوالي 26 سنة. قعدنا نضحك ونهزر، ومن بعدها بقى يجي البيت كتير. المشكلة إنه بدأ يهزر معايا أنا شخصيا، بياخد رقمي ويتصل بيا ونرغي مع بعض على النت. لقيت نفسي بتشدله رغم إنه في علاقة مع ماما. في مرة قلتله: أنت متجوز ماما عرفي؟ قال: لا طبعا ما حصلش، ماما قالت لك كده علشان ما تزعليش. أنا عرفت عليها من الفيسبوك وبقينا أصحاب. ومن بعدها بدأت علاقتي أنا وهو تكبر. بقينا نتقابل في المطبخ أو أوضتي، يحتضنني. بقيت بحبه وبغير عليه جدا من ماما. هو قال لي: سيبي الموضوع زي ما هو عشان أقدر أجيلك في أي وقت. فعلا بقيت بستحمل وجوده مع ماما عشان أشوفه. دلوقتي في علاقة بيني وبينه من وراها، وهي السبب إنها دخلت حد غريب في حياتنا. لو شايف إن ماما غلطانة ولازم تنهي علاقتها بعادل، دوس إعجاب. ولو عندك أي نصيحة ليا ياريت تكتبها في التعليقات وأنا هقراها بنفسي. سافرنا راس البر، وأول ما وصلنا ماما كلمت الشاب وقالت له إحنا وصلنا. وبعد شوية جه هو وواحد صاحبه، طلعوا الشنط وقال لنا الشقة جاهزة. كان هو نفس الشاب اللي شفته صورته في واتساب ماما. عرفت إنه مش سمسار ولا حاجة، هو حجز لنفسه شقة تحتنا ولينا شقة فوق. أنا كنت مرهقة من السفر ونمت. صحيت لقيت ماما ما دفعتش أي إيجار. سألتها: هو أنتي ما دفعتيش؟ قالت لي: لا يا بنتي، أنا محولة له فلوس من فودافون كاش. سكت، لكن قلبي مقبوض. بالليل نزلنا نشتري حاجات. سألت ماما: هنقعد هنا قد إيه؟ قالت لي: لسه هشوف، لو المكان عجبنا هنقعد، لو ما عجبناش نمشي. رجعنا الساعة 12، تعشينا وأنا عملت نفسي نايمة. ماما فضلت على الموبايل لحد الساعة 2. بعدها قامت خدت شاور ولبست وخرجت من الشاليه. بصيت من العين السحرية لقيتها نازلة بهدوء. اتصلت بيها أعمل نفسي قلقانة. فضل يرن كتير وبعدين ردت وقالت: نزلت أجيب دواء من الصيدلية. استنتها. رجعت بعد نص ساعة تقريبا، عرقانة ووشها مرتكب. قلت لها: مالك يا ماما؟ قالت لي: تعبانة شوية. قعدت معاها لحد ما نامت.
وأنا نايمة سمعتها تاني بتكلم في التليفون وبتقول 10 دقايق وهنزل. بعد شوية سمعت صوت الباب وهي بتنزل. المرة دي ما اتصلتش بيها، فضلت صاحية مستنياها. رجعت الساعة 6:30 الصبح، خدت شاور ونامت. وقتها أنا كنت متأكدة إنها نازلة للشاب اللي تحت. قلت لها تاني يوم: ماما إحنا هنقعد هنا قد إيه؟ قالت لي أسبوعين. قلت لها واللي زهقان؟ قالت اللي زهقان يرجع لوحده. كل يوم نفس الروتين، ننزل البحر، نرجع، وبالليل ماما تنزله. زهقت جدا، فقررت أواجهها. قلت لها ماما في حاجة غريبة بتحصل. قالت زي إيه؟ قلت أنا عارفة كل حاجة، حتى خروجك بالليل ورجوعك الصبح. قالت لي غصب عني يا بنتي، من ساعة ما أبوكي مات وأنا الوحدة مكسرة ظهري، لقيت حد يونسني ويعوضني. قلت لها هو ده اللي معوضك؟ قالت لي هو شاب كويس وبيحبني. وبعدين فجأة قالت إحنا متجوزين عرفي عشان ما عملش حاجة غلط. أنا اتصدمت جدا، بس سكت. اتفقنا تفضل عايشة حياتها معانا من غير أسرار. من ساعتها بقيت أتابعها كل يوم، ألاقيها الساعة 2 أو 3 بالليل بتتكلم في التليفون وصوتها مش واضح. فضلت أفكر إزاي أفتح موبايلها. في يوم جت في بالي فكرة، أقول لها إن رصيدي خلص وعايزة أتصل من موبايلها. وفعلا استنيت لما قعدنا بعد الغدا وطلبت منها الموبايل. هي ما رضيتش تديهولي وقالت لي قولي الرقم وأنا هتصل. اتصلت هي بصاحبتي، وبعد شوية راحت الحمام. ساعتها بسرعة دخلت سجل المكالمات، لقيت أرقام غريبة ماما بتكلمهم في أوقات متأخرة. سجلت الرقم السري للموبايل علشان أقدر أفتحه بعد كده. رجعت الموبايل مكانه بسرعة قبل ما تطلع من الحمام. لقيت فيه رقمين ماما بتكلمهم يومياً بعد نص الليل. فضولي زاد جداً أعرف مين دول. فكرت أفتح الواتساب بتاعها من اللابتوب عندي، وفعلاً عملت كده. بقيت أشوف كل رسايلها من غير ما تعرف. الساعة 12 بالليل فتحت الواتساب من اللابتوب. اتصدمت صدمة عمري. لقيت ماما بتكلم 2 بينهم كلام حب ورومانسية، كأنها مراهقة عندها 20 سنة. بتحكي لهم عن حياتها كلها، ومعرفاهم إنها متجوزة وعندها بنتين، وبتقول لهم أسامينا كمان. الأصعب إنها كانت بعت صور بلبس ما ينفعش حد يشوفها بيه. ولقيت بينهم كلام زي المتجوزين بالظبط. واحد منهم أصغر منها بكتير، حوالي 26 أو 27 سنة. أنا اتصدمت جدا وزعلت من ماما قوي. فكرت أواجهها وأقول لها إني عرفت، لكن خفت تخسرني أو تعاملني وحش. كل يوم كنت أفتح الواتساب وأشوف، ومرة لقيت إنهم متفقين يتقابلوا في مصيف براس البر. ماما قالت لي إنها زهقانة وعايزة تصيف، وأنا فهمت قصدها. قلت لها طب خلصت امتحاناتي نروح شرم الشيخ زي كل سنة؟ قالت لي لأ، زهقت من شرم، عايزه راس البر. وفعلا حجزت شقة عن طريق شاب هي بتكلمه.